ينضم إلينا من قصر الشعب من دمشق مراسل الحدث الزميل محمد الأشقر. أهلا بك محمد، وأهلا بك معنا مع قناة الحدث في متابعة لهذه الزيارة. بداية، أهمية هذه الزيارة للأمين العام غوتيريش كأول زيارة لأمين عام تأتي بعد 17 عاما من آخر زيارة لبان كي مون في عام 2009 وقبل اندلاع الحرب السورية. نعم، حقيقة يعني بالفعل لهذه الزيارة أهمية استراتيجية وسياسية كبيرة لسوريا، لعله الحدث الأبرز خلال هذه الأيام بعد زيارة الرئيس الفرنسي إلى سوريا ماكرون. طبعا وصل غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا في زيارة رسمية بدأت من مطار دمشق الدولي هناك، حيث استقبله وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني. بعدها يعني تجول غوتيريش في أحياء دمشق القديمة قبل وصوله قبل دقائق من الآن إلى قصر الشعب هنا، حيث نقف في هذه اللحظات. هنا كان في استقباله الرئيس السوري أحمد الشرع، حيث جرى استقباله بمراسم حكومية رسمية. طبعا لهذه الزيارة أهمية كبيرة بحكم أنها أول زيارة لغوتيريش إلى سوريا منذ توليه مهامه كأمين عام للأمم المتحدة، وهي أولى زيارة بعد انقطاع دام لمدة 17 عاما يعني الأمين العام للأمم المتحدة. يعني آخر زيارة كانت عام 2009 عندما زار بان كي مون سوريا في ذاك العام. لهذه الزيارة يعني حقيقة أبعاد سياسية يعني تأتي يعني دعما لسوريا في المرحلة الانتقالية. من المتوقع أن يجري غوتيريش جولة في يعني دمشق ومحيطها، من المتوقع أن يجري جولة في المناطق المدمرة نتيجة سنوات القصف التي حدثت خلال السنوات الماضية. أيضا خلال الساعات القادمة سيكون هناك مؤتمر صحفي مشترك بين وزير الخارجية السوري والأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش. أبرز الرسائل التي تحملها هذه الزيارة داخليا وخارجيا واللقاءات التي سيعقدها الأمين العام مع الرئيس الشرع وأيضا مع كبار المسؤولين، ما هو جدول الأعمال؟ نعم، يعني حقيقة الآن يعني هناك اجتماع مغلق بين الرئيس السوري ويعني وزير الخارجية السوري مع غوتيريش هنا في قصر الشعب. يأتي هذا الاجتماع بعد وصول غوتيريش مباشرة إلى قصر الشعب. كما تحدثت لك كان هناك جولة أجراها غوتيريش في أحياء دمشق القديمة بعد خروجه من قصر الشعب وانتهاء الجلسة مع الرئيس السوري. سيكون هناك مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني. بعدها سيكون هناك جولة لغوتيريش في بعض المناطق يعني في دمشق وريفها وصولا، ومن المرجح أن يكون سجن صيدنايا أحد المناطق التي سيزورها غوتيريش. نعم، شكرا لك محمد لكل هذه الإيضاحات وهذه المعلومات. على كل حال سنكون في متابعة، وأيضا سنكون في متابعة للمؤتمر الصحفي الذي تحدثت وقلت بأنه سيعقد بين غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة ووزير الخارجية أسعد الشيباني. شكرا لك من دمشق. رافقنا مراسل الحدث الزميل محمد الأشقر.